بس يعني مش مشكله ماشيها يا كابتن، ده عنده 50 سنه. ممنوع تطلع كاميرا التليفون تصور حتى. انت متخيل احنا فين؟ والشيكات يا كابتن ما كانش فيه. بيبقى فيه بس زمان ما كانتش لسه الشيكات قويه، كان ممكن تاخد ظرف وانت ماشي عادي الظرف يقضي المكافأة. بالظبط. كرة السلة لعبة معقدة جدا، اوعى تخلي عمرو الجندي يخدعك ويفهمك ان هي سهلة. معانا النهاردة عمرو الجندي، نورنا يا عمرو وشكرا قوي انك جيت. حبيبي يا يوسف، مبسوط ان انا معاكم انتوا الاثنين. منورنا والله وشكرا قوي انك جيت. لا انا مبسوط. ده يوسف مرجان وانا يوسف حمدي وده كيو تايم بودكاست. عمرو انت قعدت تقريبا 12 سنة في الجزيرة، حوالي تقريبا في الفيرست تيم. طلعت فيرست تيم 2008، كان عندي 17، وطلعت كانت مرة من 2007 بس ما لعبتش غير في بطولة القاهرة والجيزة، ان في وقتها كان في لعبة في المنتخب في الصيف. بعد كده بقى مشيت 2020 وقت بعد الكورونا الاهلي، لعبت حوالي 14 موسم 13 موسم معايا. 12 يعني الفترة دي بتوصفها ازاي؟ ان انت صغير قوي يعني بتلعب فيرست تيم وانت عندك 17 سنة، طلعت برضو مع ناس كتير ونجوم كبيرة. ايوه، انا اول ما طلعت مرة خالص كانت الفرقة بقى فيها لسه الكرداني وخالد حمدي ورامي وشريف وناس كبيرة يعني، ولعبة وصقر وكل الكباتن دول. بعد كده لعبت معاهم كذا ماتش وكان نزلت. وبعد كده كان عندي السنة دي منتخب الشباب، لعبت بطولة الشباب أفريقيا دي تحت 18 وكسبت البطولة وخدت أحسن لعيب في أفريقيا ناشئين. وبعد كده بقى رجعت الفرقة، كانت الفرقة كسبت الدوري، وكان بقى حصل إن هو الأهلي خد صقر وكرداني والناس كلها مشيت، فاحنا بقينا بقى طلعوا كل الشباب يلعبوا مع بس رامي وشريف وخالد حمدي بس. فطلعنا بقى كده جيل كامل نلعب وما طولناش يعني، قعدنا 2-3 بعد كده بعد السنة الثالثة كسبنا الدوري يعني. بس ازاي دايما متاخد فكرة عن الناس اللي بتيجي من الجزيرة سبورتنج كليوبلت الأندية اللي هي مش شعبية قوي، ان هم مش بيبقى عندهم الروح بتاعة البطولة، ان هم مش بيبقى عندهم المنتال. في ناس كتير منهم مش كلهم بس في ناس كتير منهم بيفشلوا عشان مش متعودين على ضغط البطولة وكده. انت العكس يعني انت مثلا انت العكس خالص ازاي؟ بس انا في الجزيرة نعتبر مش يعني ممكن ما يكونش عندنا جماهير بس بننافس على طول يعني الجزيرة معاه كذا دوري ومعاه بطولات كتير، وان انا معاهم كسبنا 3 دوري وكسبنا كاس مصر وكسبنا سوبر. فيعني الجزيرة على طول بينافس على، ممكن ما يكونش بيكسب. وبعدين المنافسة في الباسكت اوسع شوية مثلا من الفولي، ان احنا سبورتنج في وقت كان بيكسب، اهلي بيكسب، زمالك بيكسب، اتحاد سبور كذا فريق، حتى سموحة في سنة طلع اهلي من افريقيا. أيوة وصل تاني دوري. ف 5-6 أندية بينافسوا، دي بتبقى مطلعة يعني. ممكن في الأندية دول لما يروحوا أهلي مثلا أو زمالك اللي هيفرق بس ضغط الجمهور. وأنا من الناس المحظوظة القليلة اللي أنا لحقت بقى جمهور قبل استاد اسكندرية، ولحقت ملعب الأهلي متقفل وصالة الزمالك متقفلة قبل بقى الثورة وقبل ما نلعب بدون جمهور، فدي برضو فرقت شوية. طب بس انت شايف ايه السر في نادي الجزيرة ان هو يعني في الباسكت بول بالذات ان هو بيبقى دايما ليه مكانه في وسط الكبار وكده، يعني مختلف عن معظم الرياضات الموجودة في النادي؟ يعني النادي عنده رياضات تانية كتير بس هو مميز في الباسكت. يعني ده بسبب ان الإدارة مهتمة بالباسكت ولا الأعضاء بيحبوا الباسكت ليه حاجة معينة في نادي الجزيرة دايما؟ بالظبط زي ما انت الاتنين. هو الإدارة، احنا كان عندنا من قبل ما الدوري أصلا، احنا في وانا صغير بتلاقي كده في ورق وجرايد محطوطة في النادي. نادي الجزيرة كسبان بطولة الجمهورية مثلا للمرة 9 على التوالي قبل ما أصلا يبتدوا يعدوا الدوري قبل ما يبقى مسمى الدوري العام. فهو النادي من تاريخيا من زمان قوي بيلعب بينافس وبيكسب وكده. وهو الجزيرة أظن كويس كمان في الووتر بول. فأظن هم دول الرياضتين اللي النادي كله بيبقى مركز، أكبر ميزانية أكبر كده. يمكن هم بعد ما أنا وعمر مشينا حصل بقالهم شويه ما الدنيا مش احسن حاجه بالظبط. بس هم اظن هو النادي برضو لسه هيفضل عنده الحته التاريخيه اللي هو بينافس وبيحاول كل سنه يجيبوا محترف وكل سنه ينافسوا ويحسنوا الفريق ويجيبوا لعيبه. اظن عشان هم عندهم يعني باك جراوند تاريخي يعني، دي بتفرق برضو. طارق الغنام كان قاعد هنا قبلك وقال ان هو بعد ما كسبتوا الدوري في مره جه يخش نادي الجزيره قالوا له كارنيه ككابتن. ايوه بالظبط. لا ما هو احنا نادي، هو الضغط بيبقى من المدرب والفرقه بس، احنا مالناش ضغط يعني. علينا ضغط اكيد عايزين نكسب، والاداره
بس هو انت في الاخر يعني يوم ما حتى لما نكسب الدوري ايه اللي بيحصل يعني؟ يافطة في النادي ونروح المطعم. بس هو برضه طارق الغنام قال ان هم كانوا من امتع 3 سنين في حياته، يعني يعتبر الامتع عشان قاعد معاه في الاوضه بس. لا هو اتكلم برضه قال طبعا ان هو كانت لعب معاك ولعب مع عمر، وكانت الفرقه برضه فيها نجوم كتير يعني، وخد دوري من اول سنه خد فيه دوري من ليه مع اول سنه الجزيره. بالظبط. ما بقول لك ما انا بقول لك هو بنبقى بنكسب يعني في عشاء في النادي في المطعم ورئيس النادي هي دي هو ده اقوى احتفال. ده اقوى احتفال. او تلاقي يافطتين جوه النادي وعند ملعب الباسكت. طب والشيكات يا كابتن ما كانش فيه؟ بيبقى فيه بس زمان ما كانتش لسه الشيكات قويه. كان ممكن تاخد ظرف وانت عادي الظرف يقضي المكافاه. بالظبط. كان زمان الدنيا فيها خير برضه، الشيك كان فيه خير. بالظبط. هو لما اظن لما ابتدت الجاب يوسع شويه في الانديه الجماهيريه تصرف اكتر، هم اظن الجزيره ده صعب الموضوع على نادي الجزيره ان هو يفضل في نفس الحته. بالظبط. وبعد كده رحت الاهلي. لما رحت الاهلي كان دايما انت كنت في الجزيره، كنت عمرو الجندي يا جماعه احسن لعيب في مصر، عمرو الجندي بيعمل كل حاجه هناك. رحت الاهلي كان ايهاب راح بقاله سنه او سنتين تقريبا. كان سنه. رحت مع عمر طارق، كان في أليكس يونج كان محترف، كان بقاله سنتين تقريبا. سنة برضه. انا رحت بس انا بعد ان هم جابوا فيها أليكس وشوكت وايهاب وعبد الفضيل كان كابتن اشرف جه بعد كابتن طارق وغير الفرقه كلها. اظن جاب 7-8 لعيبه. فكان الفرقه فيها نجوم كتير قوي. وكان في جمال ومودي كمان. وجمال ومودي بالظبط. انت ما قلقتش اللي هو انا فرقه، انا المين مان، انا اللي بعمل كل حاجه، انك تروح في فرقه ممكن ما اخدش نفس عدد الشوطات اللي باخدها، ممكن ما اعرفش افت يعني. هم الناس في الجزائر يقولوا كده عامه. لا وغير كمان ان هو يبقى المين مان بتاع الفريق، ان انت بقى اللي انت بتتكلم فيه اللي هو ضغط الجمهور بقى مختلف طبعا، اجواء مختلفه جدا. انت الماتش الواحد مفيش حاجه اسمها بقى الماتش ده عادي في المجموعات، لا ده الماتش بيفرق. حتى لو هتكسب بطوله، بس عايزين نكسب بطوله من غير ولا ماتش خساره. بالظبط. يعني انا كنت زي ما انت قلت، هم حتى الناس في الجزائر كانوا بيقولوا لي نفس الكلام ده، بس انا ما فكرتش في الحاجات دي. كنت حاسس ان انا كنت بلعب في منتخب، وكان المنتخب يبقى مثلا فيه ناس نجوم كتيره، وكنت بقدر اظهر بشكل كويس. كابتن اشرف لما كلمني في التليفون اتكلم في النقطه دي صريحه، قال لي انا عارف ان الجزيره بتبقى اغلبيه الوقت الكوره معاك وكده، الاهلي في أليكس وفي ايهاب. قلت له ما عنديش مشكله، انا هلعب من جوه السيستم اللي موجود وهنشوف الدنيا هتمشي ازاي. يعني ما هو احنا برضو الميزه انك انت يعني مفيش مين نجم، بس هو الدنيا هتمشي ازاي بينا. يعني هو مش لازم او في الباسكت ممكن كل ماتش او كل واحد يسوق شويه، اللي هو في حتى مش جوه الجيم ممكن يبقى في كذا وقت يبقى حد هو النجم جوه الجيم نفسه في كذا حد يسوق فترات. ايوه بالظبط. هو كمان ايهاب متفاهم جدا وبيلعب لخاطر، طول ما كله بيلعب لخاطر الفريق. دايما بيتكلم عنك بطريقه. هو اخويا كمان، هو من اول ما رجع مصر اذكى لعيب لعبت معاه في حياتي يعني. هو جامد جدا طبعا، وربنا يحفظه يعني ويحميه. وهو كمان بره الملعب اخويا على طول مع بعض من اول ما رجع من امريكا. وهو قبل ما اروح الاهلي حتى، وكانت في مشاكل الشراء بتاعته، انا كنت على طول بنتقابل وبنقعد وكده. فهو وبعد ما رحت الاهلي كل يوم مع بعض يعني، ونروح وبنيجي التمارين مع بعض وكل حاجه. فاحنا ما كنتش قلقان طول ما حد بنلعب للفرقه. في الاخر خلاص يبقى هو ايهاب مش فارق له ايهاب، وعمرو مش فارق له عمرو، المهم نكسب. مش مهم مين جايب 20 مين جايب 30. بس خدت وقت عشان تفهموا كده يعني. الموضوع ما كانش من يوم وليله. اول سنه دي كانت، ما انا اقول لك برضه، هي اول سنه دي حذرونا في حاجه، ان احنا هو ايهاب نفسه مراخينه اتكسرت وجاله مزق تقريبا، واحنا جالنا كورونا، فاحنا ما كملناش في الموسم ده تقريبا من حاجه 40 ماتش. وغيرتوا مدرب، وكوتش كابتن اشرف مشي، وجي كابتن ماريو بالما. اخر شهر ده كنا نلعب 3 ماتشات بس. جه اخر اسبوعين في رمضان تقريبا والعيد، وبعد كده اسبوع الماتشات. فالظروف كانت صعبه. كسبنا مرتبط وخسرنا السوبر في اخر ثانيه، وكاس كنا برضو ماتش قريب. كانت حظنا وحش وكنا مش كاملين طول الموسم يعني. أليكس اتغير برضو، أليكس اتغير وجبت محترف، والمحترف اتصاب. ومحترف احنا لعبنا في الاخر سيمي فاينال الدوري من غير محترف. اتمزق لوحده خالص، بيتمشى بجد، خطف الكوره والتمرين وقف وراح يجيب سلم لوحده. احنا اصلا كلنا باصين للكوتش بيزعق، كلنا باصين الناحيه الثانيه وسايبينه طالع يجيب سلم. خلاص الملعب وقف يعني. هنا واحد بيقع وبيعيط، ايه الهبل ده. في الاول لما وقع هو ضيع السلم، فاحنا افتكرناه اللي هو خلاص قوم عادي حصل خير يعني، ما كناش مركزين معاه.
راح يعمل سونار قطع في العضله الضم عمليه 4 شهور. ايه ده؟ فموسم قلب حزين طبعا في الاخر. خدتوا وقتكم بس بعد كده الدنيا لقطت، كل واحد عرف ظروف الفرقة. 3 سنين اللي بعد كده تقريبا كل البطولات هيمنه. خسرنا سوبر وعربية وخسرنا بطولتين عربيتين. بس يعني دوري وكاس مرتبط سنتين، ومرتبط السنه دي بطوله عربيه وافريقيا بالظبط. بس يعني تحس انت وانت دلوقتي وانت بتتفرج، بحس خلاص ان انتوا الدنيا اتحفظت خلاص. امتى هنلعب في السيستم، امتى هنشغل عمر طارق اكتر، امتى دي مش لعيبه بس برضه مدرب كده طبعا يعني هي في الاخر هو بره الكوتش يعني عامل سيطره كامله على كل حاجه، واحنا كمان لعيبه بتساعد ان السيستم ده ينجح، ان هو محدش يفكر في نفسه. يعني احنا مثلا هديك مثال، احنا لو تبص على الجوائز الفرديه في الفريق بتاعنا، تلاقي عمر خد مره احسن لعيبه، تلاقي سيف خد احسن لعيبه، تلاقي ايهاب ما شاء الله خد له 3 4 مرات احسن، تلاقي ناس كتير بتستلم، ومره مهيب ثلاثيات، ومره تقريبا مروان، وكل الناس يعني احنا حتى في كل مش فرقه بتبصل لبعض في حاجه، مش فرقه كيجو خد احسن لعيب في مرتبط وكان لسه معانا وكلنا كنا مبسوطين له. هو مش فارقه مين بيعمل ايه، احنا هدفنا واحد، عايزين نكسب، عايزين نطول الفتره بتاعتنا اكبر وقت ممكن ان انت تكسب. ان هي دي فتره الهيمنه زي ما انت قلت، دي مش بتتكرر كتير طبعا. يعني انت ممكن تكون فرقه بتخطط في الباسكت كمان صعب جدا يعني، ممكن في الفولي بتحصل ساعات، في الهاندبول بتحصل بس في الباسكت حتى يعني صعب. هو انت زي ما انت قلت، غير ان هي صعبة ان انت تقدر تكسب سنين كتير ورا بعض، هو كمان المنافسة 4-5 فرق، هي لو لفت على كل فرقة سنة على ما ترجع لك تاني انت بتتكلم في 4-5 سنين يعني ممكن يعني تبعد. انت لو هتبص من 2010 ل 2020 هتلاقي الدوري مثلا الاهلي تقريبا كان الجزيرة تقريبا كسبوا 2011 14 17، وسبورتنج كان كسبوا تقريبا مرتين او 3، والزمالك كسبوا والاهلي كسبوا، كل ده في 10 سنين، كل الناس شاركت بالظبط. فان انت تيجي وقت انك انت بتاخد 2 ورا بعض، وان شاء الله في السكه انك انت ماشيين اول دلوقتي في دور الذهاب، وان احنا ان شاء الله كمان نقدر نحافظ على، لا دي مش بتكرر كتير، ان انت لازم فكله حاطط ده الهدف بتاعه، وكل ده الحاجه الاساسيه يعني ان هو الفريق يعني عشان المصلحه العامه يعني. بالظبط. ايوه ما فيش حد باصص لنفسه يعني، حتى في وقت قبل ما انت تيجي الاهلي، انت لما كنت في الجزيره وبتبقى المين مان، انت مش عشان انا عايز ابقى المين مان، هو ده دوري دلوقتي بالظبط، ده دوري بالظبط في المرحله دي. وقت ما تيجي لي في الاهلي هعملها، لما تروح لحد تاني مش هبقى متضايق يعني. هو يعني المهم انت تعرف امتى تكون انت اللي تبقى دلوقتي، وممكن تلعب سكند رول مهم جوه الفريق طبعا. ممكن تبقى رول يعني احنا عندنا ناس عمرو زهران مثلا، ابو النصر، دول عمرو زهران ربنا يشفيه طبعا من اصابه ويرجع يعني يكسر الدنيا، بس دول يعني احسن ناس بيدافعوا في مصر، احسن ناس بيمسكوا محترفين يقللوا الافريج سكور بتاعهم، الفرقه من غيرهم ما تكسبش، ان هما 2 مدافعين كويسين، وكمان ايهاب بيعرف يعمل الدور ده كويس قوي، مع غير ان هو الادوار اللي بيعملها في الهجوم. فلا في كمان ناس ادوارها ممكن الناس ما تاخدش بالها منها، بس هي بتعمل ادوار كبيره. كيجو مثلا زود لنا حته الريباوند جدا، هو يعني وحش بينط في كل كوره فكل واحد بيلاقي بيعمل حاجه بيركز فيها، بيعملها كويس، بيعملها 100% راضي عنها، وليه وضعه جوه الفريق، ومحدش يعني روحه وحشه يعني، محدش عايز يخسر. اتكلمت على ادوار الناس كلها، بس دورك انت ما اتكلمتش عنه. دورك يا كابتن كبير قوي يعني. لا بس بجد يعني دورك في الفرقه اللي الناس ما بتاخدش باله منه، اللي انت بتقوله ان انت مثلا انت اصلا البوزيشن بتاعك 3، انت بتلعب في 4 مع ناس اطول منك، مس ماتش رهيب. مش عايز اكبرك يعني، انت لسه صغير، بس ممكن يبقوا اسرع اطول اقوى منك. انت بتلعب 25 دقيقه مثلا في الماتش، 30 دقيقه ايا كان، انت بتدافع عليهم، انت مطالب ان انت تدافع عليهم يعني، زياده عن دورك الهجومي انت مطالب ان انت تدافع عليهم وبتعملها كويس. انت اكتر لعيب كلتش، مش عايز اقول دلوقتي، بس في تاريخ الدوري المصري كله. لسه في واحده معموله، اخر واحده قدام الزمالك اتعملت برضه، كان جندي تايم ايوه كان في اخر 3 ثواني تقريبا بالظبط. في واحده مع الاهلي مش جمهور، مش عايز ننساها. لا انا كنت لسه هجيبها لك، اللي هي بتاعه الكاس. ايوه انا والله العظيم في ماتش السوبر اللي كان في البحرين،
كسبنا الزمالك في السوبر والناس بتحتفل وانا كنت عامل مع الجمهور، لقيت واحد جاي يقول لي بص انا مش قادر ما اقولكش انا بجد بنغني قلت له في ايه؟ عملت ايه وحشه؟ قال لي مش قادر انسى لك كرة الكاس. قلت له طب يعني جاي دلوقتي يعني خلاص احنا بنكسب اهو، طيب معلش يا استاذ وقتها كنت عامل لك ايه؟ طيب قال لي بس انا كنت لازم اقول لك. اوعى تكون مش فاكر الكوره دي. لا الحمد لله مش فاكر. انا فاكر اخر واحده، لا وفاكر كذا واحده بس مش فاكر بتاعت الكاس. كان في الجزيره. طب احكيها انت بقى للناس اللي مش فاكراها بقى، يعني احكيها انت. احنا كنا خسرانين باسكت وناقص كان هو في الجزيره وانا في الجزيره والكوره معانا، خدنا تايم اوت، الكوره راحت لعمر، رحت انا واخد الكوره ورحت رايح جاي فلوتر، تعادلنا دخلنا بتاعتك على طول بالظبط، دخلنا اوفر تايم، فكنا خسرانين بونت وناقص 3-4 ثواني برضه 5 ثواني، هي خدت الكوره لعمر، رحت لعبها فلوتر جايبها اند 1 وخدت شوطه. كان من طارق الغنام، كانت باد الاتنين ديفنس وحش قوي. مش هيبقى كابتن كنت قاعد معاه في الاوضه. انا لعبت الاثنين والله، فبس فخدتها هو رميه وكان ناقص اقل من ثانيه تقريبا فضيعتها عشان يرموها من اخر الملعب وخدنا الكاس. حتى وانا بمضي برضو يعني المهندس عمرو الله يرحمه كان قال لي الله يرحمه يعني، كان وانا موجود بمضي كان هو موجود، قال لي انت انا مرتين نزلت وعدلت البدله ونزل اسلم الكاس الاهلي ترجعني الصوره. بس يعني انا اتمنى انك انت دلوقتي تعملها بالظبط معانا بس. طيب وباقي يعني انا عايز اتكلم بس معاك في حته البوزيشن، انك بتلعب 4 كتير، انك اضطريت تلعبه كتير وهو مش مركزك. وانا برضو من وانا في الجزيره كنت ساعات بلعب هو يعني زمان انا اول ما طلعت كان مستحيل مثلا العب 4. انا اصلا اول ما طلعت كنت بوينت جارد. بعد كده بعد ما اتصبت في ركبتي قلبت شويه يعني كنت العب قليل قوي بوينت جارد صراحه، يعني في المنتخب كنت بلعب جارد، في الجزيره ممكن اوقات اسند جارد. بعد الاصابه غيرت لعب، بقيت العب 3 اكتر بس انا طريقه لعبي على طول بحب العب وانا الكوره معايا اخد سكرين بول وكده، فلعب اكتر شبه البوينت جاردات. بعد كده باسكت كل شويه بيتطور، كابتن كرداني في الجزيره ابتدى سمول بول كانت تطلع في NBA ويبقى ده الباسكت ان هو 4 اوت و4 فاتحين بره كله بيشوط بالظبط وكله بيشوط وكده. فابتدينا نلعب في الجزيره كده، فكنت متعود ان انا في اوقات كتير بلعب 4. بعدين احنا اصلا 4 في مصر مش طوال قوي، يعني هو مثلا في الدوري الاتحاد بس اللي عنده انس وبيبو بيلعبوا جنب بعض، وانس وهيثم او بيبو يعني هما ال3 في واحد منهم بيلعب 4 دول طوال. بس الزمالك مثلا بيلعبوا برضو مودي ياسر 4 بيشوط فاتح بره اكتر، وممكن خالد يلعب قوي شويه لو لعب 4، بس هو اغلبيه الفرق بتلعب 4 اوت 1 ان، فدي بتبقى اسهل شويه ان انت ماسك واحد شبه جارد وانت كمان عندك افضليه عنه، انت حركتك اسرع منه شويه، فدي ممكن تبقى اسهل لي لو انا ماسك 4 فاتح بره بيشوط اكتر من جارد يبقى ماسك الكوره وبياخد استجارات وبيطلع يشوط. دي بتبقى اصعب مثلا، يعني ده بتبقى اسهل. بيفو الطويل دي بتبقى متعبه، يعني في ماتش الاتحاد الاخير ده مع هيثم كانت خناقه معركه، هو عايز ياخد، هم مركزين في الميس ماتش ده ان هم عايزين يلبسوني فاولات يا استسلم ان هو يلعب، فانا لا معركه بقى ضرب. لا الفكره ان انا رحت برضو الباسكت مش كتير قوي في جمهور دلوقتي، الناس بتحضر يعني ممنوع حضور الجمهور في ماتشات كتير، بس الماتشات اللي انا رحتها الناس مش بتاخد بالها كميه الضرب اللي تحت يعني كميه الكعان. لا هي الناس ممكن تقول لك ايه يعني قدام واحد اطول منه، ما بتشوفش كميه الكعان والزق بتوع العاب التانية قالوا لنا انتوا اللمسه كده عندكم في فاول هزار يعني. لا بس ده في حاله وانت داخل على الباسكت بس في اللي هي الضرب ده، بس هو ممكن يزقك بجسمه برضه، بس احنا عندنا برضه الكولات يعني بتبقى مختلفه شويه، يعني مش عايز اتكلم التحكيم يعني بس لا اتكلم يا كابتن، احنا هنا بودكاست حر جدا. اتفضل يا كابتن قول رايك في التحكيم. موضوع التحكيم ده التحكيم الاجنبي كان من السر من الاسباب القويه قوي اللي خلت مع التحكيم الاجنبي الاهلي ابتدى يركب الدوري والكلام ده في النهايه. الحمد لله ما هو كده احنا كسبنا في كل الاوضاع، بس ما خسرناش مع التحكيم الاجنبي. يعني في مصر يعني في مصر ما خسرناش مع التحكيم الاجنبي. كسبنا 2 دوري مع حكام اجانب وكسبنا السوبر مع حكام اجانب يعني عرب، وكسبنا الكاس بمصريين وكسبنا، يعني الحمد لله احنا بنكسب مع دول وبنكسب مع دول، وكسبت البال بالظبط بناس ما نعرفهمش بالظبط. بس هو انا قصدي في حته بس واحده ان ممكن بره
تيمبو الصفاره يبقى واحد. بالظبط، الصفاره عندنا مش واحده. بس هي دي الفكره، ان انت انا دي ممكن حاجه واحده اتكلم فيها، ان هم انت خلاص انت عارف الكوره دي تتحسب هنا فاول، تتحسب هنا فاول، كل مره تتضرب تاخد فيها حكام، هي بتحط الحكم هو اللي بيحط التيمبو بتاع الصفاره، مش يعني خلاص انت عارف مسموح لك تكونتك لحد فين. في حد ناس بيصفر من بالظبط. لمسه، واحد أيوة بيسيب بالظبط، كونتاكت بالظبط شويه. كده. هي بقى المشكله ان انت ممكن تلاقي يعني ماتش الاتحاد الاخير لحد اخر 4 دقايق شايطين 4 فاول شوتنج، لا ما ينفعش، وهم شايطين اكتر بكتير. كتير قوي يعني، صعب قوي ازاي يعني فاولات ما شطناهم، الفرقه كلها ما شاطتش غير 4 في الماتش تقريبا شطنا 7 أو 8. بالذات ان انت يعني عمر بنلعب عمر انسايد طارق، وانا بخش ايهاب كتير بيخش، بالظبط. عمر طارق جوه، والنصر بيخش كتير بالظبط. لا يعني الصفاره ساعات ما بتبقاش واحده. مش قصدي ان هو بالذات اهلي والاتحاد، بس هو يعني عامه لا دي عشان اخر حاجه انت فاكرها بالظبط يعني. اخر حاجه انا فاكرها بالظبط. فهو التيمبو المفروض يبقى ثابت، هو ده اللي بحسه مع الاجانب بيبقى مريح، ان انت هتفتح رجلك هتمثل هتاخد تكنيكال فاول، هتحاول تاخد فورسنج هتاخد تكنيكال فاول، حاجات بيزك قوي بس ثابته على الفرقتين. بتفرق كده كده في اي كلوز جيم، هتفرق فيه بالظبط. هو في الاخر ماتشات الفاينلز وماتشات بالذات مع اهلي الزمالك دلوقتي مثلا والاتحاد، ماتشات ممكن تخلص كلها 2 بوزيشنز 1 بوزيشن، فانت الواحده فاول شوتنج هتفرق اي كول. طبعا احنا ممكن تيرن اوفر برضو، يعني مش عايز اقول حتى لو خسرنا يبقى الحكم هو اللي خسرنا وكده، لا بس هي كل كول بيفرق، زي ما انت كل تيرن اوفر بتعمله بيفرق، زي ما كل حاجه بتعملها يعني بتختلف نتيجه الماتش طبعا. بس انا عايز بقى اسال برضو حاجه في موضوع ان انت بتاخد اخر شوطه الكلاتش دي، ان انت من احسن الناس اللي بتعملها. عايز اعرف بقى السر بتاعها، دي بتبقى ثقة ولا ان انت ما بتفكرش فيها كتير ولا بتعملها كتير، ولا ايه السر ان احنا خلاص في الاخر روح للجندي؟ تبقى ثقة في النفس ولا انت عملتها كتير قبل كده ولا انت هي بتبقى زي ما ما انت بتفكرش اصلا هي كتير اهم في حاجه انك الجيم؟ انت تفكرش اصلا، ما تفكرش، ما تفكرش تحطش أو نفسك سيناريو ان هي ما ممكن تقولش تضيع او تيجي او تيجي. انا مثلا لو جبت الباسكت ده انا هعمل هحتفل ايه؟ بالطريقه الفلانيه يعني جلدي تايم دي لا جت دي كده حاجات بتبقى بعد ما ولدت تجيب اللحظة. الباسكت خالص، ان انت لو فكرت انا لو ضاع يعني انا وانا صغير انا عمري ما انسى ضيعت واحده قاتله، ضيعت واحده وانا في منتخب الشباب فاينل بطوله عربيه، جايب حاجه و30 بونت، وضيعت الكوره في اخر ثانيه سلم شمال داخل اعمل كونتاكت، واحد هو يعني بعد عني سنه خلاني البالانس بتاعي اتهز، ضيعت الكوره وخسرنا فرق بونت. فدي ما بتضيع، بس ممكن وقتها كنت لسه عندي 17 سنه في بطوله عربيه، بس انا مع الوقت وجبت وضيعت كتير وخدت ممكن اوقات كمان قرارات اكيد مش كويسه وانا صغير، بس بعد كده اللي حسيت بيه اهم حاجه ان انت ما تفكرش، انت لو حسبت انا لو ضيعت دي ايه خلاص شوطه كويسه، لو انت شايف ان الشوطه انا كويسه شايف ان انا هاخد القرار الصح كل مره، حتى لو انا ضيعت القرار الصح ده انا بالنسبه لي خلاص، انا ده اصل ده جزء من الشغلانه، زي ما جزء من شغلي ان انا اخد عامه اي لعيب يعني اخد القرار، انا هاخد القرار الصح. انا لو جات لي كوره انا كل مره هروح لاحسن اختيار، لو انا عندي فلوتر انا حاسس ان انا مثلا دلوقتي ماشيه وانا دي احسن حاجه بعملها، لو انا اقدر اروح اعملها كل هجمه هعملها كل هجمه، مش فارق لي شكلها حلو مش فارق لي شكلها وحش، ده بالنسبه لي القرار الصح اللي انا هاخده نسبتي فيه عاليه هاخده. ما ده عشان كده انا كنت قلت ان انت انا مش يعني طبعا ما اتفرجش على باسكت كتير يعني، من أنا لسه ما شفتش كل اللعيبه اللي لعبت، بس انت من اذكى اللعيبه اللي انا شفتها. انت اتكلمت وانت بتدافع على اللعيبه الطوال، بس ما اتكلمتش وانت انت ازاي بتهاجم عليهم، انت ازاي بتاخد الادفانتج ان انت هم اسرع، انت اسرع منهم، انت اخف منهم، انت هما كمان في ميزه ان هما اللعيب الطويل ده اغلبيه الوقت في مصر مش متعود يلعب على السكرين بول، يعني مش هو على طول متعود ان هو اللي يكون تحت، هو اللي بيفوت اللي جاي يعمل سكرين، مش متعود بقى لما ياخد السكرين ايه اللي هيحصل. فدي بتفرق برضو ان انت ممكن يغلط، ممكن ينزل مره من تحت فيديك شوطه سهله، ممكن يعمل سويتش يتاخر ثانيه، فلا بتبقى فيها حاجات كتير يعني. ومع عمر طارق بقى دي علاقه كونكشن لازم يعني الاليوب الشهير في الصفقه يعني كونكشن حتى لما جه يمشي في الجزيره مشي معانا بالظبط مع بعض في نفس النادي. عمر احنا عمر انا وهو من ميني باسكت مع بعض احنا 10 سنين، وبعدين كل مراحل الناشئين منتخب الشباب كل حاجه مع بعض،
هو بس سافر 4 سنين بتوع الجامعة كده، رجع الجزيرة برضو. يعني بنلعب مع بعض، لعبنا مع بعض اكتر واحد لعبت معاه في حياتي يعتبر. بلعب من بيني باسكت كل مرة بقى جمهورية ومنطقة لحد ما اتصعدنا مع بعض ومنتخب شباب. خلاص يعني فاهمه. وبنقعد مع بعض في الأوضة كمان أغلبية الوقت. يعني هو من ساعة ما رجع من أمريكا، الوقت ده كنت قاعد مع طارق وهو قاعد مع رامي. بعد كده رجعنا تاني، شايف من واحنا عندنا 14 سنة بنقعد مع بعض في الأوضة. فلا يعني فاهمين بعض كويس أوي. الفكرة ان الناس بتبقى عارفة ان في حاجات فعلا انت خلاص مش هينفع تدافع عليها. الناس بتبقى عارفة ان عمرو الجندي هو داخل بيبنتريت، هو يا اما هيحط الفلوتر بتاعته ويا اما يا اما هيعلق الاليوب لعمر طارق. مفيش حاجة ممكن تعملها يعني، خلاص نسبة نجاحها. سكرين حلو قوي وبيقطع كويس قوي. فهي قطعته دي انت في الثانية دي، انت في ثانية كده لو ما مانك يخبط في سكرين، انت بمجرد ما تخش انت بتلعب لثانية ثانيتين 2-على-1. فانت كل ما يكون وهو بالذات خلاص، ما هو اكيد الفرق عامل سكاوتنج وعارفين ان عمرو يخش من الشمال وعمرو يلعب فلوتر. بس انت في الاخر في حاجات ما بتعملش عليها سكاوتنج، انت بتاخد سكرين بول وبتلعب ثانيتين 2-على-1. قرارك هتعمل فيه يعني هو انت لو هو ما جاش ونزل شويه على عمر، ما انا هلعبها من بعيد عشان ما بوصلش لحد جوه قوي في وقت. ممكن العبها فلوتر من بعيد ما اوصلش لحد جوه. حاسس ان انا هلعبها فلوتر، او يعني انا بلعبها كمان في نفس يعني بنفس التكنيك، بس بحدفها يمين شويه يعني ناحيه عمر شويه. عمر طويل قوي قوي طويل قوي قوي ما شاء الله يعني، فبيحطها دنك بسهوله يعني. يعني هو كمان هو الوحيد، انا متهيألي برضو زي ما انت كنت بتتكلم على الحكام ان صفارتهم مش واحده، انا متهيألي ده اكتر لعيب في الدوري المفروض يتحسب له فاولات بس اصل انت هتعمل، اصل انت لو حسبت كل كره هو بيتلمس فيها، هو حرفيا كل كره هياخد فاول. فالحكام بتحس ان هو طب هنحسب دي ونعدي دي، طب مش هنحسب. انا بحس كده يعني. هو عمر على طول المشكله دي بتظهر في مصر يعني. عمر بيلعب طول عمره دولي، ما حسيناش بالمشكله دي. هو جسمه كبير قوي ما شاء الله وطويل قوي، فدي المفروض حاجه مش هنعاقبه عليها يعني. ما هو وهو برضو الناس برضو اكيد بتلعبنا عارفين ان عمر بيعمل مثلا سكرين كويس قوي، فبتبقى في تمثيل زياده قوي مع كل سكرين يعمله. فهو الحكم ممكن برضو هما بني ادمين، هو يلاقي واحد رمى نفسه مره رمى نفسه 2، ففي مره بيحسب فورسنج بالذات بتاع السكرين ده. هو مش بيبقاش عامل، ما انت هتحسبه هو بيرمي، هو اللعيبه بقى ترمي نفسها كل مره. لا بس انا مش قصدي على مش قصدي على الاوفنسيف فاول، انا قصدي ان هو لما يبقى تحت الباسكت ان هو بيتضرب كتير تحت الباسكت، ما بياخدش هم بيدوه بقى ما قوي، هو طويل هو يعرف عادي هو يتعامل بالظبط. بس يعني اكيد يعني عمر يعني المفروض لو ياخد كل الكولات، بس هو كده يعني هو في لازم يسيبه كونتاكت شويه يعني. كده مش هنصفر التاتش فاول، بس هو اكتر ممكن واحد يكون الناس بتيجي عليه الصراحه. كنت في مره كده بتكلم معاه واختلفنا ان احنا كنا بنتكلم ان الطفره اللي حصلت في منتخب الباسكت دي انا كنت شايفها ان سببها اوجوستي وروي رانا بالذات. هو شايف ان يعني اكتر ان المنافسه اللي بين الاهلي والاتحاد، ان مستوى الدوري لما علي اوريدي اللعيبه عليت مستوى عالي، فاي مدرب كويس يعني مش عشان روي رانا بالذات هو اللي جه، اي مدرب كويس جه كان هيعمل نفس اللي عمله روي. هل انت شايف ان المدربين الاجانب لما زادوا اكتر في الدوري ده على مستوى الدوري او على مستوى المنتخب؟ الصراحه ولا ان اصلا الدوري طول عمره بينافس؟ لا هو يا ابني بيقول المدربين الدوري طول عمره فيه منافسه، بس ما كانتش بنفس الكواليتي بتاع دلوقتي. بالظبط. انا شايف لا، مدربين هم اللي فرقوا. مدربين هو اللي فرقوا مش الدوري. انا قلت ايوه المدربين اللي جم موجودين دلوقتي مدربين الانديه الاجانب يعني لو جاء مدرب المنتخب برضو مهما كان معهوش الوقت والصلاحيات ان هو يعمل الطفره دي لو الدوري مش قوي. من اقوى المدربين طبعا، وهو عارف يعمل كده بيئه للمنتخب واجواء للمنتخب عظيمه. انا بلعب في المنتخب الكبير من 2009، من عندي 18 سنه، ما شفتش وقت فيه اهتمام واوتيلات وتركيز ومعسكرات كويسه. هو كمان كونكشنز كانت رهيبه. السنه اللي فاتت كمان كنت في نادي الاتحاد، فكنتوا انتوا بتتمرنوا في صاله نادي الاتحاد فتره. كان عندنا ويندو في شهر 2. جه كنا مره داخلين الصاله بعديكوا، فكان في راجل كده كبير شويه في السن في الجهاز، بسالهم ايه ده كبير قوي ان هو يبقى في الجهاز، قالوا لي لا ده الدكتور النفساني. ايوه كان جاي في منتخب معاه دكتور نفساني. لا هو كان الراجل ده من اول ما جه. هو اول لما الراجل اتكلم، هو لما جه يتكلم مع اللعيبه الكبيره واللعيبه بتاعت كتير في المنتخب،
وجاي لي انتوا كلكم شبه بتدوا لنفسكم حجج، انتوا عمالين تقولوا افريقيا اطول مننا اقوى مننا بدنيا. انا مش شايفكم ضعاف خالص، يعني انتوا كل ما شاء الله يعني كلكم كلكم أقوياء. يعني جامدين يعني، وعندكم فيزيكال كويس. فلا انتوا المشكله عندكم في دماغكم. فالراجل ده كان شغال مع تورنتو رابتورز في السنه اللي كسبوا فيها الام بي اي، اه كان هو المنتال كوتش بتاعهم. فهو كان بيتكلم معانا كل بقى معسكر مرتين ثلاثة قبل الماتشات على زوم ميتنج، يتكلم عن الفرقة كلها. حتى هو روي ما كانش ساعات بيجي في الأول يقدمه يقعد معاه شوية، وكان بيتكلم عن اللعيبة لوحده، يقول له لو حد عايز يقول حاجة، لو كوتش بيعملكوا في حاجة انتوا مش عاجباكوا قولوا لي وانا ممكن اساعدكوا ازاي. وكان ادانا بقى شوية حاجات ازاي تتنفس وقت الضغط، وازاي تظبط نفسك. وانت مستغرب شوية في الكلام. دي حاجة غريبة. حاجة غريبة جدا. وازاي كواي لينارد السنه اللي ام في بي دي في الفاينلز كان بيتنفس من بطنه قبل الفاول شوتينج عشان يطلع منه الضغط وكلام بقى كده. كان بيفضل يتكلم معانا وازاي تطلع بقى ان هو تتفكر ايجابي وتفكر على طول في اللعبه اللي جايه بس وخلاص. واضح ان الموضوع ده فرق معاك جدا، لان انت ارقامك في ماتش جنوب السودان دي يعني اول لعيب بيعتبر مصري يعمل الارقام دي في بطولة افريقيا. 42 نقطة، 8 اسيست، 4 ريباوند. تقريبا كان اعلى لعيب جاب بوينتس في تصفيات افريقية. الماتش ده عايزك تحكي لي عنه اكتر. اللي هو كده كده كنا تأهلنا. انت كنت اصلا متابع يعني؟ انت عارف ان انت وصلت للسكور ده؟ انت عارف ان، ولا انت بعد الماتش اتفاجئت، ولا انت لقيتها ماشيه فكنت بتشوت، ولا لا هو سكور مش فاكر، كان مكتوب اظن كان مكتوب بيتكتب في الصاله، بس انا مش عارف ان هو ريكورد. واحنا الماتش ده احنا جنوب السودان كسبتنا في الويندو اللي قبله 20 بونت واحنا كاملين. يجي الماتش ده بعد ما وصلنا وصلنا كاس العالم. عاصم مرعي كان لازم يرجع لفرقته عشان فرق السفر لكوريا، فمش هيلعب الماتش الاخير. وعمر طارق اتصاب، وايهاب اتصاب، وانس اتصاب. وانت في القايمه لما بتحط 12 ما ينفعش تغيره. فانت كده معاك 4 لعيبه بره ال 12 لعيب هنلعب جنوب السودان انتوا داخلين الماتش ده 8 لعيبه بس. 8 لعيبه بس بتسخن بكورتين. مش اكلنا يعني نازلين ناخد علقه بنت حرام، اللي هو الناس دول مش هيسيبوا فينا حته. اجسام بقى، ومعاهم نوني اللي جابنا الاهلي. هو نوني كمان شفت جانا الاهلي ازاي؟ هو وسطهم لعيبه عادي يعني، وسطهم مش هو رقم ستار. 1 ورقم 2 ولا رقم 3 في الفرقه. هو في ناس في جبريل بتاع الام بي اي ده تقريبا، ده ما كانش عارف الواد ده لعب كاس العالم يعني. كمان ده فليكرز، وكان في واحد في شيكاغو بولز، وفي جامدين قوي هم، لعيبه جامده قوي، وبيلعبوا في استراليا وبيلعبوا يورو ليج. بالظبط، فلعيبه جامدين. فاحنا بنسخن احنا 8 لعيبه. وفي اول الماتش عمر هشام وسيف راحوا عاملين 3 فاول. انا اصلا احنا بنسخن الماتش، انا كنت كابتن المنتخب. قلت لهم بصوا يا جماعه احنا وصلنا كاس عالم بس احنا مش هينفع نتفضح، مش هينفع ننزل نهزر. ماتشات في مصر كمان، ماتش في مصر وماتش بين سبورت حتى مش فوق التايم هنا ممكن نخبيه ولا حاجه. لا احنا فضيحه هتبقى عالميه، اموت نفسنا ونلعب عشان نتبسط. هو في الاخر مش علينا ضغط، ان احنا كده وصلنا كاس العالم، واحنا في الاخر خسرنا 20 يعني. بس برضه يعني بس عملت ارقام كويس. بس لا احنا خسرنا في اخر 4 دقايق ان احنا انهارنا خلاص بدنيا كمان مفيش روتيشن، مفيش اي حاجه. انا لعبت 39 دقيقه، واللي اخد 3 فاول في اول الماتش ده الاثنين دول يعني انت تعتبر بقيت بتلعب ماتش 6 لعيبه بالظبط، وده في الباسكت مستحيل يعني، صعب قوي. الماتش كان لحد اخر 4 دقايق احنا كنا كسبانين هاف تايم، ولحد اخر 4 دقايق درو 5-6 بونت بس. خلاص كنا هم بدنيا اقوياء قوي وروتيشن، هو الروتيشن بس فرق معانا. فماتش يعني ما في الاخر بقى، انا اصلا الكوتش بعد ما خسرنا وكده شاور لي على السكور بورد وقال لي ده جود جيم وانت لعبت كويس قوي، والارقام دي انت مش هتنساها طول حياتك يعني. ما كناش عارفين ده بقى ريكورد او مش ريكورد. بعد كده بقى هم بعتوا الاتحاد الدولي يعني، بعت للاتحاد المصري وكلموني قالوا لي. بمناسبه المنتخب عايز اتكلم في نقطتين مهمين قوي. انت من اللعيبه القليله او تقريبا الوحيد اللي لعبت 2 كاس عالم، كان انت ومين؟ انا وشوش. انت وشوش. ايه الفرق بين كاس العالم الاول سنه 2014 وكاس العالم اللي فات كفرقه يعني؟ انت شايف انهي فرقه كتقوى كمنتاليتي وانتوا داخلين البطوله؟ انتوا طبعا ادائكم في الثاني كان احسن بكتير، وكسبتوا ماتشين وكنتوا قريبين من تاهل الاولمبياد. فازاي
دخلتوا على البطوله التانية وكان ايه الاختلاف، ايه الفرق؟ هو برضو هو وصول كاس العالم 2014 ده كان معجزه. انا اصلا كنت مصاب في بطوله افريقيا زمان، كان ال الوصول مختلف، كان بيبقى بطوله افريقيا احسن مركزين، احسن 3 مراكز الاول، كان زمان مركز كده 3 مراكز يوصلوا للكاس العالم، وسنه الاولمبياد بطل افريقيا يوصل دايركت، والتاني والتالت يلعبوا ملحق. فاحنا 2013 دي وقت البلد كانت بقى ثورات مفيش كانوا بتعمل رياضه، عملية ما في كانش مفيش رياضة مفيش أصلا. دوري. كابتن عمرو أبو الخير وقتها بجد كان في لعيبة وقت ما كان بياخدوا أجازة ممكن تلاقي الطريق الصحراوي اتقفل يومين وفي حظر تجوال، فبجد كانوا بيكلموهم اطلعوا السلم للدور الثامن، وبجد ده مش هزار، واللعيبة بتطلع السلم وتنزل تجري في الشارع الصبح قبل الحظر وكده. فإن هم مش فاكر سافروا معسكر ولا لأ، بس ما اظنش يعني ان هم يروحوا هناك. وكوت ديفوار البطوله 2013 ونخسر 3 ماتشات في المجموعه. كان بطوله غريبه قوي يعني، بالظبط. تخيل ونلعب تخسر تونس. ال3 ماتشات اللي في لاعب المجموعه. تونس بطل افريقيا 2011، وعشان هم اول المجموعه احنا رابع فنطلعهم من دور والرابع 16 يطلع الاول. بس، وناخد بقى الطريق وكملنا الاول ده بقى. بالظبط، فتخسر الفاينل من انجولا وتوصل. وحتى بعديها الاعداد ما كانش احسن حاجه، كان لسه الدنيا مش زي دلوقتي. بالظبط. الدوري حتى ما كانش قوي زي يعني الوقت ده كانت الرياضه فيه مش ثابته يعني، مش على الارض. فاللي حصل كان انجاز، ويمكن يعني بعد نتائجنا دي مش هقدر اقلل من الفرقه اللي كانت موجوده في 2014، لان احنا ما حدش الظروف اللي كانت محطوطين فيها ما كانتش مش زي دلوقتي خالص. مش زي دلوقتي. انا دلوقتي واقفين على رجلينا، معسكرات كويسه، الدنيا يعني الدنيا احسن بكتير قوي ككل حاجه. الراجل زي ما كنت بقول لك كونكشنز، بنلعب ماتشات عاليه قوي عمرنا ما كنا لعبناها. معسكر البهامز ده برضو بالظبط، ده راح مصر، راحت البهامز، هو اصلا لنا اتبسطوا انتوا مش هتيجوا هنا تاني تقريبا. كده كده. بالظبط. نلعب منتخب بورتوريكو ونلعب فرق جامعات. هو كمان المعسكر ده كان مركز ان هو يجيب 3 4 صغيرين حتى لو مش هيلعبهم خالص في البطولات، بس عشان يشوفوا، عشان يعرفوا يحتكوا وكده يعني. هو كان ممكن اللعبة الكبيرة ما يدوس علينا في الماتشات دي. في الصيف اللي قبل كاس العالم، يعني انا قبل كاس العالم 2014 رحنا بطولة في تايبي، لعبنا ايران ب، عشان ايران الف هتروح كاس عالم فمش هتلعبنا. لعبنا بطولة يعني ماتشات ضعيفة خالص. دلوقتي بنلعب جورجيا، بنلعب الصين كاملة، بنلعب جورجيا ب2 لعيبة يورو ليج. وعملتوا ماتشات كويسه قوي قوي. كسبنا جورجيا. والصين مش كان فاكر الصين، مش فاكر والله، مش فاكر. بس تقريباً حتى كان الكوتش السكور ما كان كانش قريب. بيلعب في الماتشات دي فول باور خالص، كان بيحب هو يعمل روتيشن واسع قوي في الماتشات الودية، كان بيحب يشوف ناس اكتر، كان بيحب كل معسكر ياخد ناس صغيرة حتى لو مش هتتاخد في البطولة، بس لازم يبقى في ناس على طول شايفة اجواء المنتخب. هو فعلا اخد ناس في المنتخب. اول مشاركه ليهم مع المنتخب الاول في الفتره اللي فاتت كوتش روي، اخد ناس كانت اول مشاركه لها في المنتخب الاول، وجاب ناس من جامعات بره. جاب باتريك، هو دلوقتي باتريك يعني كان يعتبر وجه جديد يعني، دخله للمنتخب مصر. بالظبط. هو كان بيقتنع ان في لعيبه كويسه كبيره، ولازم يبقى في يعني معادله كده ان هو يبقى في برضو ناس صغيره موجوده. وهو الراجل صراحه يعني كل الحاجات اللي عملها، يعني بعد ما مشي انا مش هينفع انتقد حاجه عملها. هو عمل كل اللي نقدر عليه، ظهرنا بشكل كويس قوي في كاس العالم. يعني لولا وجود جنوب السودان ظهرت من العدم، يعني من 3 سنين كان مين يعرف 4 سنين محدش كان في يعرف جنوب حاجه عن جنوب السودان. بالظبط. هم دينج كان بيلعب في NBA، دي قصتهم، اللي هو عمل اتحاد وجاب اللعيبه اللي كانت اصولها جنوب السودانيه من انجلترا واستراليا، وطلعوا لنا بس في مقدر يعرفونا. بالظبط. فان احنا لحد اخر يوم في كاس العالم نكسب نيوزيلندا نوصل الاولمبياد، فدي حاجه. وبعد كده اعتزلت دولي. اي نعم رجعت دلوقتي ورجعوك اجبار. بس انا يعني انا استغربت عشان حاجه واحده بس. انا اللي يبص على تاريخ عمرو الجندي عمل كل حاجه في حياته ما شاء الله، كسب كل البطولات، لعب 2 كاس عالم، عمل كل حاجه اي لعيب باسكت ممكن تتعمل هو عملها. بس كان ناقصك حاجه، بطوله مع منتخب مصر افريقيا. ما حسيتش ان هي مع روي كانت اقرب من في جنوب السودان. بس يعني لو جيت تسال اي حد دلوقتي، مصر لسه في انجولا، لسه في السنغال، لسه في كذا وكذا، بس مصر وجنوب السودان بتهيألي اقوى فرقتين، لان تونس احنا عديناها شويه، انجولا
لا ده تونس دلوقتي في مرحله حلو تجديد يعني. بالظبط. خلاص الجيل ف- انتهى العظيم بتاعهم وبيبتدوا جيل جديد. فحسيت ان فرصتنا كانت كويسه يعني ممكن مع جنوب السودان، فانت ما حسيتش ان انت الخطوه دي تاجلها بس سنه، ان احنا نحاول سنة؟ مع كانت سنه. لسه سنتين يعني. هو كاس العالم كان السنه اللي فاتت، مم. الصيف ده فيه تصفيات اولمبياد، مم. وبعد كده الصيف اللي بعده فيه الافرو باسكت. ما حسيتش انك عايز، انك قادر انك تستنى؟ هو انا قادر، هو الموضوع بالنسبه لي ما كانش أيوة، قادر. إحنا بالذات السبب. بالذات ان احنا إيه؟ مع روي، احنا مع روي كنا بنتطور قوي يعني، كان في فرصه كويسه بس إنك هو ما تديها جددش فرصة عقده أخيرة. بعد كاس العالم برضه. بس يعني ما ما حدش انا كان اقول لك يعرف. انا هقول لك بالظبط. ما هو حتى دلوقتي مع يعني عشان ما تفهمش كلامي غلط، بس انا بعد كاس العالم حسيت ان انا ده احسن قرار بالنسبه لي ان انا ما العبش تاني مع المنتخب. حسيت مش هقدر اعمل حاجه زياده. حسيت ان انا اتجوزت بدري ف عايز اقعد مع عيلتي اكتر، عايز اقعد مع ولادي اكتر. ابتدى في الصيف لا خليك معانا، ما تمشيش، ما تروحش فترة الاوف معسكرات. سيزون يعني بالذات. هي دي اكبر مشكله ان انا بعدين انا يعني مثلا لو انت ريحت اكتر في وقت الاوف سيزون ده في الصيف، هتقدر تحافظ على نفسك اكتر، تقدر تلعب في الملعب سنين اكتر، تقدر اللي انت تكمل سنين اكتر كمحترف في ليفل عالي. انا من الناس اللي نفسي افضل على طول في توب ليفل. تبطل وانت بتلعب ايه كلاس. فبالظبط، فانت لو عشان تفضل كده مفروض تحافظ على نفسك، تهتم بالجيم، تهتم حاجات كتير. انا بلعب ماتشات طول السنه، طول السنه بلعب ماتشات. ان احنا بنلعب كذا بطوله، وبيجي في التوقفات لما الدوري يقف او مثلا في الصيف انا بروح المنتخب اعسكر واقعد شهر شهرين واسافر معسكرين ماتشات وديه والعب بطوله. فالموضوع صعب جدا. مش عايز جسمي يتحرق، ومش عايز اكون عايز في الوقت ده اكون بعمل يعني صيانه، اعمل صيانه لجسمي، ان انا اشوف إيه الاصابات اللي عديت بيها في الموسم ده. انا عامل عمليه مثلا في ركبتي، لا يبقى اهتم ازود العضلات بتاعه اللي تحافظ عليها. اقعد مع ولادي اكتر، اروح الساحل شويه. أيوة. كابتن ما تجيبش سيره الساحل عشان انا مديون لك على البطوله اللي خسرتها. بس يعني هنكسبها، اوعدك ان احنا نكسب البطوله اللي السنه اللي خسرتها. فاتت سبت بطوله البوني على البحر وريحته المنتخب، هو بعته خسر. كسب اول ماتش، بعد كده رجع، كان لازم يرجع للمنتخب، فقال لي كمل انت مكاني، فالمفروض أصلاً. بقى اكمل المسيره بقى. بقيت نزلت تلعب اول ماتش مصر خسرت. اصلا من غير عمرو الجندي. لا هو ما انا لعيب نزلت فولي مكان عمرو كويس؟ لا اه ايه، بحب لعيب العب فولي على- كويس؟ لا بحب العب البحر كده. مش كسب بقى وانا خسرت، فهو كسب فاهم. وانت لما دخلت مكانه خسر. الحمد لله. يا نهار أزرق. بنفس الفرقه عادي. ده لا كويس. سقطة ما- سقطة يا كابتن. أيوة. اروح بقى الصيف اتبسط يعني، عايز اتبسط، عايز اعيش حياتي يعني. الحاجات بقى اللي أجهز- فاتتك وانت اجهز شهر ونص يعني، او ايوه في الاخر أنا الاجازه تبقى كبيره الحاجات برضه. دي انت ما مفيش كنتش خالص. بتشوفها قبل كده. بالظبط، مش هو على طول لعب لعب لعب. فحسيت لا خلاص قشطه، ما خلاص، ما الحمد لله 2 كاس عالم زي ما انت قلت وكل ده، يبقى خلاص يبقى نحافظ على نفسنا، نقعد مع العيله اكتر. دي تحافظ عليا شويه ان انا العب سنين اكتر مع النادي، مع ان انا افضل كويس اكتر فالعب اكتر. بعدين بقى حصل مشاكل ولا وما ينفعش وكده. انا جات حاجتين زي ما انت قلت، في وقت كان ضغط من الاتحاد، بس انا برضو وقت بطولة عربية مع منتخب. انا يعني وائل، كابتن وائل وكابتن سوري وكابتن رامي جنيدي يعني الجهاز، انا بحبهم جدا. وائل ورامي وهم بيلعبوا يعني من ناس عارف لما تبقى رامي جنيدي ده ناس تبقى مدين لهم من وانت صغير، انت طلعت احتضنوك وانت صغير كنت بالظبط. طالع. فانا كان نفسي قوي اساعدهم، يعني نفسي يكسبوا، نفسي لو اكون جزء من نجاحهم. اول بطوله مثلا يكسبوها، اول يكسبوا يمسكوا منتخب ويكسبوا بطوله عربيه هنا في مصر. كان نفسي قوي اكون جزء من نجاحهم، ان انا يعني دي كانت حاجه بالنسبه لي شخصيا، ان انا الناس دي بحبها، الناس دي ساعدتني، الناس دي. وائل بدر انا من 2009 اول بطوله منتخب لعبت معاه، مش اظن كان هو الكابتن، وهو لا يعني كان بيعملني كويس جدا. والسنه دي جالنا الجزيره برضو، فلا الناس دي هم، ومثلا شريف جنيدي وكرداني، في كام واحد كده اللي اكبر مني، والناس اللي دول لا دول يعني انا بحترمهم وبحبهم جدا واعمل لهم اي حاجه يعني. حتى على المستوى الشخصي انا لو قبل ما مثلا ما امشي من الجزيره، في ناس يعني رامي وشريف اتكلم معاه، في ناس دول عارف لما يبقى وانت صغير شايف الناس دي اساطير في اللعبه وبتلعب كويس قوي واخدين قرارات كويسه في حياتهم،
فبتحطهم كده قدامك ان انت ممكن مرجعيه تستشيرهم. ليك بالظبط كده، تستشيرهم في حاجات ليك. فدول اتنين كده. سولي انا عرفته متاخر شويه، بس هو من ساعه ما جه من وقت كابتن عمرو ابو خير من تصفيات كاس العالم اللي قبليها. هو حد مخلص محترم جدا. قوي. لا مخلص جدا، بيحب المنتخب جدا، بيشتغل 100%. هو عنده شغله الخاص يعني بره الباسكت. هو بيضحي تضحيات رهيبه، اللي هو ايه ده. انت لو مكانه مستحيل لا تعمل كده. بالظبط. اصل هو يعني هو في الاخر المنتخب فتره لا وكمثلا فلوس فاينانشال يعني، مش احسن مش حاجه. مش هو اللي بالظبط خالص. بس هو بيضحي، وتلاقيه مثلا بقى صحي في صربيا الساعة 3 الصبح عشان فرق التوقيت، يعمل زوم ميتنج في الشغل هنا في مصر. فاللي هو لا، ويبقى صحي أول واحد في التمرين، ولو حد عايز حاجة زيادة يعملها له. فالناس دي كان نفسي يعني ان هم البطولة دي كان عليهم ضغط، ان هو بعد ما الكوتش روي مشي ان هو بقى اللي يخسروا او كده. البطولة ما كانتش صعبة قوي، بس كان فيها ماتش او ماتشين رخمين. يعني ما كناش عارفين، يعني تونس كانت فرقه كويسه، وليبيا فرقه كويسه، وحتى الامارات سيمي فاينل رخموا معانا شويه. فلا كنت مبسوط في الاخر ان انا قدرت ترد لهم جزء من الجميل يعني. بالظبط. بس وبعد الاتحاد ده مش كده هتكلم عليه، الاتحاد لا خلاص ما نتكلمش لسه. بس روي مشي. روي ماشي. شايف ان ممكن نكمل التطور اللي احنا المنتخب وصل له، ولا هيبقى الدنيا صعبه بعد ما روي مشي؟ انا عشان انا اللي انا اعرفه ان روي كان ماسك كل حاجه، معسكرات كان. لا هو برضه عشان ما بهزر في موضوع الاتحاد. لا يعني هو الناس الفتره الاخيره بتدعم، يعني هم جزء ان هم رافضين ان انا ما العبش مع المنتخب. هم جزء ان هم عايزين يخلوا المنتخب احسن، يعني هم أحسن مش أكيد. بيرخموا عليا يعني برضه. يمكن انا من وجهة نظري اشوف ممكن حاجه، بس هم اكيد شايفين المصلحه العامه. لو انت مكانهم هتعمل كده. اكيد متاكد هتجيب بالظبط. وانا عبر كمان الجن. يعني رئيس الاتحاد دكتور مجدي انا اعرفه من وقت منتخب الشعب 2008، وانا بحبه جدا وهو بيحبني جدا. انا كلمته قبل البطوله وقال لي لا مش هسيبك، انت دلوقتي انت احسن لعيبه عندي، وانت كابتن الفرقه في طول التصفيات، انت كابتن الفرقه في كاس العالم، انت اللي بتعرف تلم الفرقه. انا عايزك تكون موجود على الاقل لحد تصفيات الاولمبياد، لحد الصيف. السنه دي الصيف ده. بالظبط. وانا اصلا مش مقتنع، بس قلت له لا خلاص يا دكتور، انا يعني بحبه وبحترمه جدا. في الاخر وافقت برضو، يعني ان هو برضو الناس دي برضو بيبقى في بينكم عشرة وفي كده. حتى كابتن عمرو السلحي برضو الفترات الاخيره بيدعم من جيبه في حاجات كتير وبيعمل حاجات كتير. فالناس محترمه جدا، وانا علاقتي بيهم كويسه. فما حبيتش في الاخر، بتبقى عارف الناس دي اشتغلت معاهم في الاخر 14 15 سنه، وهم اكيد برضو بيعملوا تضحيات، وانت عمال تعمل تضحيات. في الاخر مش هتبقى نهايه القصه بخناقه. يعني مش عايز اطلع في الاخر يبقى شكلي وحش ان انا بعت اصل انا بلعب من وانا عندي 18. برجع كذا مره بلعب على اصابه. في ويندو لعبته في مصر كان سبب ان انا اعمل عمليه تانية في ظهري، مثلا عمليه في ظهري. ففي الاخر هم كانوا عارفين ده، بس هو الوقت ده كان بقى صعب، كان في حلو تجديد زي انت تقول، روحي هيمشي، مش عارفين مين يمسك المنتخب. خلاص فقلت لا يعني نكمل. دلوقتي بقى هم اتعاقدوا مع كوتش رودل، لسه يعني ما عرفتوش اشتغلناش قوي. قوي مع بعض. بس هو المفروض لعيبه الاتحاد يعني يبقى عندهم فكره، وكان مسكهم الموسم هم اللي فات. الناس بيشكروا فيه جدا الصراحة، يعني هم مم. بيقولوا عليه كويس جدا. حتى احنا لما لعبناهم يعني هم كان شكلهم كويس قوي مع الراجل. وهو انا قعدت معاه لما جه مصر قبل المعسكر، قعدت معاه مرتين. آه، يكلمني كان يشوف ايه المشكلة اللي حصلت قبل في وقت بتوع عربية، انت ليه مش عايز تيجي. شرحت له وجهة نظري، وهو الراجل برضو اتكلم معاه كويس جدا، وقال لي ان انت دلوقتي في البرايم ما ينفعش تبقى تسيب الوقت ده وما تلعبش مع المنتخب. وقعد بقى قال لي هو مثلا هو لعيب لعب 5 بطولات اوروبا مع منتخب، لعب 2 كاس عالم، لعب اولمبياد. نقول انا كمان فلا لعبت 2 كاس عالم. قال لي انا حاسس باللي انت حاسس بيه. فبرضه بيبقى حد يعني هو مدرب بيبقى لاعب باسكت، انا حاسس ان انت حاسس بيه، وحاسس الضغط وحاسس كل حاجه. فما تقلقش، لما تيجي مش هنكون بنضغط عليك. لو انت عايز مثلا اوقات تكون تلعب جيم اكتر، لو انت اللي حسيت ان اللود ده هيبقى في مثلا ماتشات ودية ومش عايز تكون بتحرق فيها يعني. فهو راجل كان محترم جدا، وانا يعني قلت له خلاص انا متحمس يعني اشتغل معاك. الناس كلها بتشكر يعني فيك. وهو ابتدينا كمان نتكلم شويه في الباسكت. طبعا هو كان ماسك منتخب المانيا ووصل بيهم اولمبياد،
تخيل ده كسب كاس العالم اللي كسب فات. كاس العالم، كسب بالظبط. امريكا. بالظبط. فهم هو اكيد سي في قوي جدا. لسه بقى ان شاء الله في المعسكر كده هنشوف، عندنا معسكر في قطر هتبقى اول احتكاك لينا معاه. بس يعني يعني كخطوة مبدئية يعني من الكلام اللي انا قعدت اتكلمت معاه فيه، يعني ان شاء الله نكمل المسيرة والمنتخب يبقى احسن كمان. ان شاء الله. والاهلي بقى جيم، عايز اقول حاجه كده. السنه اللي فاتت جيم في فاينلز الدوري جيم 4، انا كنت قاعد ورا بنش الاهلي. انت طلعت بره الماتش ده لما اتبدلت، كنت طالع بتنهج، كنت طالع مش قادر. الناس كلها بتطمن يا جماعه عمرو الجندي كويس، عمرو الجندي كويس، عمرو الجندي. فبسأل يا جماعه عمرو الجندي ماله بعد الماتش ايه؟ يا جماعه عمرو الجندي بقاله اسبوعين في المستشفى في العنايه تقريبا، عمرو الجندي مش قادر، عمرو الجندي بقاله مش عارف ايه. فتره كده عدت انت تعبت قوي فيها، محدش عارف انت ايه اللي حصل لك، محدش عارف ايه ازاي قدرت خفيت امتى، رجعت امتى، يعني ايه اللي حصل، عشان فعلا الناس كتير محدش يعرف ايه اللي حصل. بس انت كنت باين بس تعبان كسبنا احنا جامد. الماتش ده ساعتها لما عمرو كسبت الجندي فاهم. بيعيط بعد الماتش جامد. كنت انا فجأة كده احنا كنا بنلعب سيمي فاينل في اسكندرية برج العرب في رمضان، وانا قبل سيمي فاينل الدوري، وانا قبل الماتش قبل ما نسافر، كنا نسافر قبل الماتش بيوم. اخر تمرينتين كنت سخن وعيان وما رحتش تمرين. كنت تالت يوم سخن برضه، بس الاتوبيس كان هيسافر. بعت لهم طب انا كويس، كوتش جاي قال لي انت كويس؟ قلت له يعني احسن شويه، فهاجي المعسكر حاول اتمرن النهارده عشان الماتش بكره. فسافرنا اسكندريه، عيان عندي برد حقن بقى وحاجات البرد والصيام وكده. لعبت اول يوم وكسبنا، ولعبت قليل وكنت تعبان. بعد كده فضلت هناك في المعسكر، انا حاسس ان في حاجه غلط في جسمي. انا حاسس ان انا مثلا انا كنتش قادر اكل، وانا حاسس ان انا وشي بيكبر جدا، حاسس ان صوابعي بتورم، مش عارف في ايه. قعدت هناك، بقيت الماتشات كسبنا 3-0 ورجعت بيتنا هناك. ورجعنا عشان في رمضان بنلعب 11 بالليل وكده، فما كانش ينفع ترجع فما كانش فجأة بالليل، فاتسحرنا هناك. رجعت مصر انا حاسس ان شكلي غريب، جسمي غريب، في حاجة غلط. قلت مش عارف، يمكن معي البرد يعني كان جامد وكده، هو اللي بيورم لي يعني جسمي. ف يوم الاجازة رحت انا وايهاب وكريمان نتسحر، بموت، مش قادر اقف، مش قادر اقعد، مش قادر اعمل اي حاجة. ايهاب قال لي اوديك المستشفى، قلت له لا 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 يلا نروح البيت وخلاص، أنا اخد دوايين كده معدة الدنيا هتظبط. ايهاب اوديك المستشفى، قلت له لا لا خلاص روحني بس. روحت ساعتين وما قدرتش. رحت بقى ابتديت بقى القصة بقى، رحت المستشفى تحاليل وكده، في حاجات مش متظبطة، لا محتاجين تحاليل اكتر. لحد ما الملخص يعني ان انا فضلت اسبوعين كده تايه، لحد ما عرفت بقى ان انا جالي فيروس، غالبا كانت كورونا. والبوست كورونا وقتها كانت بتعمل ضربت لي المناعة، فالمناعة هجمت الكبد والكلى والوظائف باظت بتاعتهم. فجسمي بقى يخزن مية مش بيطلع المية. مش كده بتورم. بالظبط، فعمال اورم. انا اتخنت في الاسبوعين دول 15-16 كيلو، ما باكلش. ده في وسط قبل ومحدش الفاينلز. قبل الفاينلز. محدش متخيل ان الموضوع يوصل للدرجات دي. بالظبط. انا في الاخر بقى عرفت، فكنت مركب في البيت محاليل، بيجي لي واحد الصبح وبالليل يحط لي ادويه ويحط لي حاجات اكاني في المستشفى، بس كنت قاعد في البيت يعني. وكنت كل كام يوم بعمل تحاليل، مستني النسب تظبط عشان اقدر انا كنت وانا بتكلم بنهج، مش قادر اتكلم مع عيالي مع كريمان، مش قادر اتكلم خالص. لحد ما الدنيا ابتدت بقى الادويه هاخدها وكده. وانا كمان عندي مشكله ان انا تحت في حاجه اسمها ادمز، اكيد انت عارفها، دي بتبقى منشطات تحت مراقبه سنه. فما كمان ما ينفعش اخد اي ادويه مثلا هتبقى تطلع منشطات. دوبينج. لا بالظبط، في ادويه لازم. معينه ما ينفعش تاخدها. بالظبط، الا لو لازم عشان اخدها لازم اقدم على تراخيص واخد ليلة رخصه. يعني. بالظبط. فكمان كنت متكتف في كده، ان انا اخر سنه دي حللت مثلا 3 مرات منشطات. فحتى ما اقدرش مثلا كنت اخد الادويه اللي هتسرع العلاج، مثلا كورتيزون، عشان اخد كورتيزون
محتاج اخد الاول اقدم ان انا تعبان واقدم رخصة وعلى لحد ما تطلع لي. فالموضوع كان هيبقى كده كده تضييع مش هلحق حاجة يعني. وفضلت بقى كده محاليل وكده لحد ما الدنيا كانت قربت للطبيعي. فالراجل قال لي انت دكتور، قال لي انت ممكن تبتدي تعمل لحد ما تتعب يعني اللي هو. وانا كنت بموت، بس كنت انا انا اللي عرفت ان الدنيا قربت تظبط شويه كان يوم فاينل كاس مصر كنا بنلعب الزمالك الزمالك الاسماعيلي. اسماعيليه. سافرت اتفرجت على الماتش. انا بقول لك وهم بيحتفلوا انا بعد طنطتين كنت خلاص مش يا قادر. جماعه لو محدش يلمسني مش قادر خلاص تعبت جدا مش عايز اقعد وكده. بعد كده حاولت اتمرن وكنا داخلين البال. بعد اول ماتش لعبت 8 دقايق 9 دقايق ورا بعض كنت هرجع وتعبت. ففضلت بقى بحاول اخد ادويه وكده في نفس الوقت مش عايز اسيب الفرقه في الوقت ده. عشان وقت مهم جدا هنخلص البال نلعب فاينلز الدوري. وبعد كده فاينلز البال فكان وقت صعب جدا. انا بحاول على قد ما اقدر اساعد حتى لو بجزء صغير قوي ومع الحاجات اللي انا باخدها يعني وكده لحد ما خلصت بقى والحمد لله خف يعني عدت. دلوقتي الدنيا تمام. لا خلاص بقى انا بعديها بالظبط بعد ما على اخر البال كده كنت ابتديت اتحسن. بس انا كنت بقى وقتها يعني كان بقالي مثلا شهر وشويه ما بتمرنش جامد بكده. الصيف بقى قبل ما اروح المنتخب انا حتى كلمت الراجل بتاع المنتخب ان انا بعد الوقت ده حسيت ان انا حتى ما اروحش كاس العالم. مم. ان انا محتاج ارجع اعمل فتره اعداد محترمه. ان هو الراجل كان عايز يبدا بدري. المعسكر كان كاس عام اخر 8 كان عايز يبدا اول 7 اخر 6. فانا قلت له لا انا مش انا عايز انزل 100% كل حاجه. ان انا مش هنزل بقى ركبتي تتصاب اتمزق. لا انا عايز اشتغل لوحدي خالص. انا خلاص سليم جسمي كويس بس عضلاتي وكده لسه مش احسن حاجه ان انا العب ماتشات. بس مش معنى ان انا خفيت ان انا خلاص يلا انزل العب لا انتوا كنت فاهمين بتقول يعني. تخين 16 كيلو. بالظبط. بس انا اقول لك انا اول ما ابتديت الوظايف تنزل كنت عايش في حمام بقى ميه بتنزل ميه بتنزل. ف خسيت اغلبيتهم قبل ما ابتدي اتحرك بس خلاص العضلات كانت باظت خالص. فابتديت بقى اشتغلت جيم لوحدي طول الصيف. ونزلت للمنتخب متأخر اسبوعين. الراجل وافق الصراحة وبس وخلاص بقى نزلت وقتها كنت يعني ابتديت كويس يعني الحمد لله. وبعد كل ده كل اللي انت قلته ده تنزل عادي في بلاي اوفس الدوري الفاينلز تلعب تقريبا 20 دقيقة قدام الاتحاد افريج في الماتش وتكسب الاهلي لا مش يعني عمرو الجندي يا جماعة عمرو الجندي. حاولت اعمل مش عايز احسد ما شاء الله بس عمرو الجندي اهو. حاولت يعني اعمل يعني اي حاجه اقدر عليها. ان هو ده تعب بتحس في الوقت ده بالذات من الموسم ان ده تعب السنه كلها. يعني انت احنا من شهر 9 و10 يعني شهر 9 تقريبا بنبدا عشان شهر 5. فمش ينفع بقى في شهر 5 كمان دي حاجه بره ايدي خالص. انت فجاه بتلاقي نفسك كل يوم عمال تبقى اوحش. فالواحد في الاخر بيحاول يعني يعمل اي حاجه تساعد الفريق ان هو يكسب يعني. وعبد الرحمن وعاصم الجندي الاتنين بيلعبوا في الجزيرة اخواتك الصغيرين. مين اصعب تلعب قدامه؟ عاصم ديفندر اقوى تهيألي. هو الموضوع كان صعب في الاول بس يعني هو الموضوع كان صعب يمكن اكتر كمان قبل ما امشي. ان هما دي من الحاجات اللي هما الاتنين عاصم لعبنا مع بعض سنين كتير وانا ما لحقتش العب معاه قوي. بس يعني انت فاهم اخواتك بيقول لك ما تمشيش او اقعد او خليك معانا. كان فيها شويه عاطفيه. ايوه فعلا مش ان انت تلعب معاهم، هو فكرة ان انت سبت النادي اصلا وسبتهم وهم بالظبط. اخواتك في الفرقة. بالظبط موجودين اتنين في الفريق. فدي كانت من اصعب الحاجات برضو ان هم كانوا رأيهم ان انت تخليك معاهم احسن ما تسيب الفرقة، ولا كانوا شايفين ان انت لا خطوة الاهلي احسن؟ بص في الاول كانوا اكيد ما تمشيش خالص. بعدين لما الصورة بتوضح وتشايف اتجاه مثلا ممكن الجزيرة يبقى رايح فين. الاهلي كان يبتدي يبني الفريق اللي هو اللي بيكسب دلوقتي. فهو في الاخر هم اخواتك عايزين مصلحتك يعني اكيد عايزين كده كده. اكيد عايزين يكونوا افضل 100%. بس في الاخر خلاص لو دي مصلحتك وان ده هتروح هتبقى احسن لك اكيد خلاص. لو انت شايف الخطوة دي احسن لك اعملها. بس في الاول كان في اكيد رفض يعني. اللعب احنا لعبت ضدهم كتير. اول ماتش هم كسبوا الجزيره كسبنا اول ماتش في صاله الاهلي. وبعديها خلاص بقى بندوس على وشهم.
هما الاثنين يعني ما بيخسروا كل الماتشات. طب والبي اي ال اه احكي لي الذكريات بتاعتها دي، اول مره نكسبها كمسماها الجديد يعني. اه وانا كنت اول مره اكسب افريقيا. هو مثلا البطوله دي يعني اجواء حلوه قوي مختلفة تماما. بالظبط. يعني حتى انا نفس حسن مصطفى فاينلز الدوري، بس شوف الصاله مش هي. في نفس، صور بس الصاله هنا وصور الصاله هنا، هتحس في حاجه غلط. كراسي موجوده تحت زي الام بي اي، الحاجات الشوز بتحصل، الناس اللي بتيجي تغني، الحاجات ده اهتمام اعلامي كبير قوي. يمكن كان حظنا وحش السنه اللي فاتت، بس اوحش حاجه ان هو كانت بعد مشكله ماتش الاهلي والرجاء وحصل مقاطعه والجمهور ما كانش عايز يجي. كنا متفاهمين حاجه زي كده، بس دي كانت حاجه يعني ان احنا بجد احنا الاجواء دي لو معانا فينا جمهورنا احنا هنولع الدنيا. كانت وحشه قوي الصراحه في ماتش بيترو. في ماتش بيترو ان احنا الماتش يخلص كده وانك تبقى قاعد جمهور انجولا اكتر من جمهور مصر والماتش خلصان بالطريقه دي، كانت وحشه قوي الصراحه، كانت مش حلوه. هي في الاخر اصل الجمهور بيبقى عنده حاجات اسبابه، يعني احنا يعني مقدرينها، والحاجات اللي بتحصل انا ما مش لا كده كده انا مش بلوم الجمهور، انا بتكلم على الموقف ان انت ما اديتش التسهيلات للجمهور، فانك منظر بتلعب ماتش بطل مصر ضد بطل انجولا، ماتش مهم، ماتش تقريبا الناس اللي في البال فيك اجمل ماتش، الناس قالوا اجمل ماتش في تاريخ البال يعني. الماتش الصراحه يعني الماتش ده لا كان رهيب، كان رهيب 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 بصر بيت في اخر ثانيه ليه بالظبط. بس كنا اكيد متضايقين قوي ان هو قبليها بكام يوم كان الماتش ده في ناس من البال راحوا الاستاد الكوره، لقوا الماتش قالوا احنا بس لو 2% جم احنا هنعدي بالظبط. ماتش استاد القاهره متقفل بس بقى، كنا متضايقين قوي اكيد بس هو في الاخر هو برضه كان دور تمهيدي يعني. احنا في الاخر حتى لما خدنا تاني سبحان الله طريقنا كان اسهل يعني. انجولا حتى خسرت السنغال بالظبط. فخدوا طريق اصعب منهم، كانوا عشان هناك هناك المجموعه كانوا كلهم نفس النتائج، الاول زي الرابع. هو الاول يعني في كلهم كانوا زي كله خبط في كله كله كان كسب 3 خسر 2 تقريبا، فكلهم زي بعض يعني. في الاخر خلص سكور افريج بينهم كلهم، فالفرقه كلها كانت قويه. فالماتش ده خلانا يمكن ناخد الطريق اللي خلانا الحمد لله نكسب بيه البطوله يعني. اخر حاجه بقى اجمد 5 في تاريخ مصر. عايز تحط عمرو الجندي حط لا. يعني انا هحط عمرو الجندي، بس لو انت لا مش عايز هحط حد بيلعب دلوقتي ماشي من ساعه ما طلعت في يعني من ساعه ما انت بدات تتفرج ساعه ما اتفرج ويعني حط ال5 وحط لعيب من على البنش ايا كان مركزه. ماشي. بوزيشن تاخدها بوزيشن بوينت جارد. احط وائل بدر بوينت جارد ماشي. واحط رامي جنيدي شوتنج جارد. واحط منير اسماعيل وطارق. اسماعيل لسه بيلعب بس يعني مش مشكلة انا ماشيها يا كابتن عنده 50 سنة. مفيش حد مش هيحط اسماعيل يعني بصراحة. اسماعيل وطارق. مين يجي ممكن احط بقى بره الناس اتفرجت عليهم يعني. في اصل في ناس كتير قوي يعني، في هيثم السعيد، امير الفنان، ناس كتير يعني ناس كتير بتتكلم عن امير الفنان كان رهيب. لا في امير الفنان ما تمسكش والله، اتمسك يعني مع انه مش واخد حقه لا مش هو برضو خلي بالك عصر ما قبل السوشيال ميديا مختلف بالظبط يعني انا وقت الجزيره كنت في ماتشات بعملها ارقام يعني، جبت كذا مره تريبل دبل عملتها ولا حد يعرف حاجه. الشوطه اللي من نص الملعب هحطها لك يا كابتن عشان الناس تشوف. احنا في وقت كنا بنلعب في صاله مبارك، اتغير اسمها مش عارف اسمها ايه بعد كده، بس ده بعد تصور يعني. الماتشات في صاله مبارك ممنوع تطلع كاميرا التليفون تصور حتى أصلاً. انت متخيل احنا فين؟ يعني انت اصلا ممنوع تصور يعني. بنلعب دوريات كامله ما حدش عارف عندنا حاجه. اللي احنا فيه ده اعجاز بالظبط. ده الكلام ده انا مش بلعب في الثمانينات، لا ده الكلام 2011 2013 2014 15 اللي هو مفيش اي حاجه بتتذاع خالص. بقول لك صاله مبارك كسبت كام دوري محدش يعرف عنه حاجه. ما بالظبط ولعبت ماتشات كبيره قوي محدش. فامير الفنان مع ان بس هو اكيد برضه امير اسكندريه مشهور جدا يعني. بس امير انا شفته وانا صغير ولعبت ضده اول كام سنه، لا لعيب صعب قوي، حريف قوي يعني، مفيش حد حريف كده زيه. يعني نحط من على البنش يجي امير الفنان. هحط امير واحط في البوفتات يمكن انا كرداني
كرداني. جامد كمان. شكرا قوي انك جيت شرفتنا ونفسي كنت اتبسطت والله. لا والله اتبسطت قوي معاك والله. رغاي شويه انا. لا منورنا. لا حبيبي نتمنى تكونوا اتبسطتوا ونشوفكم في حلقة تانية من كيو تايم بودكاست.